السلام عليكم. معكم ميس منال محمود وكورس التأسيس الشامل والمجاني من الصفر. بإذن الله هنبتدي معاكم النهاردة سلسلة الحروف، وكنا الفيديو اللي فات خدنا فيديو مجمع للي عايز يطلع عليه لأسماء الحروف بالتفصيل مجمع. أما النهاردة هناخد كل حرف على حدة، هناخد اسمه وهناخد صوته وهناخد كمان الطريقة الصحيحة لكتابته. الفيديو ده هيكون مهم جدا للأطفال اللي بتأسسوا معانا، وكمان للمبتدئين في اللغة الإنجليزية هيكون مفيد جدا ليهم. أول حرف في حروف اللغة الإنجليزية حرف ال A، اسمه حرف ال A. ما ياريت برضو بلاحظ ان في ناس كتير بنطقوا A آخره هي، هو مش A، اسمه A، زي I صغيرة كده بتتنطق في الآخر. A capital و A small. كنت عملت فيديو قبل كده لجميع أصوات حرف ال A، وقلنا قبل كده برضو إن اسم الحرف بيختلف عن صوته. ده اسمه حرف ال A، ولكن بالنسبة لأصواته فليه أصوات كتير جدا. اللي حابب يطلع على فيديو جميع أصوات حرف ال A ممكن يرجع له في القناة. ونظرا لضيق الوقت في الفيديو ده هنتكلم عن الصوت الاكثر شيوعا لحرف ال A. طبعا انتوا مستغربين رموز الترانسكريبشن، اكيد اللي ما خدش صوتيات هتبقى غريبة عليه، بس انا قلت لكم ان شاء الله مع الفيديوهات واحده واحده هتتعودوا عليها وهتعرفوها. ده رمز ال A ساوند، زي كلمة زي ال A في كلمة ant، A ant، وزي ال A في كلمة apple، A apple. تمام. الايه ممكن تتنطق ليها اصوات كتير جدا غير الصوت ده، بس انا كتبت لكم الصوت ده لانه اكتر صوت متعرف عليه لحرف الايه. وبنصح بمشاهده فيديو جميع اصوات حرف الايه، هتلاقوها متجمعه في الفيديو ده وهيفيدكم جدا جدا ان شاء الله. تمام، تعالوا نكتب مع بعض حرف الايه بطريقه صحيحه. بالنسبه للايه الكابيتال هنعمل شرطه مايله كده، وبعدين شرطه مايله كده، وبعدين في النص شرطة كده واصلة بين الشرطتين. يبقى دول السطرين الأساسيين بتوع الإنجليش. نتخيل إن في سطر تالت وهمي هنبتدي منه نقطة كده وننزل لآخر السطر التالت كده، وهنبتدي من النقطة دي برضو ننزل لآخر السطر ده كده، وشرطة واصلة بينهم. آخر مرة ال A كابيتال شرطة مايلة كده، وشرطة مايلة معاكسة، وشرطة واصلة ما بينهم. اما بالنسبة للايه سمول برضو مش هتطلع بين سطرين الانجليش، مش هستخدم السطر الثالث فيها. تمام، السطر الثالث الوهمي لا، السطرين بتوع الانجليش الاساسيين هنعمل خط مستقيم كده، ومن هنا هنرسم نص دايرة كده وتنزل وتطلع تاني اعملها كمان مرة، شرط خط او خط مستقيم كده ونص دايرة تلمس السطر اللي فوق والسطر اللي تحت. اخر مرة شرطة كده ونص دايرة تلمس السطر اللي فوق وتلمس السطر اللي تحت تاني. تمام. وكمان عايزة اوضح لكم بالاسهم عشان تعرفوا الطريقة الصحيحة للكتابة تبقى ازاي، عشان مش الحرف الطفل يرسم الحرف كده وخلاص ويقول انا كتبته شبه ده. لا، لازم يتعلم الطريقة الصحيحة للكتابة. ما ينفعش مثلا لو حرف من فوق لتحت ما ينفعش يكتبه من تحت لفوق، لازم نعوده يكتب صح من البداية. هنا برضو هنبتدي بدي الشرطة الصغيرة او الخط المستقيم ده، وبعدين نرسم النص دايرة دي. تمام، وبكده نكون انتهينا من اول حرف من حروف اللغة الانجليزية، وهو حرف ال A. وده يعتبر يا جماعة من الفاولز او من الحروف المتحركة مش من الكونسونانتس. واستنوني في الفيديو الجاي وحرف ال B.